السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من كورس أساسيات التداول للمبتدئين. أنا أخوكم أمين وخلونا نبلش الحلقة. اليوم الحلقة بعنوان ما هو التحليل الفني وما هو التحليل الأساسي. طبعا بهاي الحلقة راح نتعرف على التحليل الفني والتحليل الأساسي. ليش؟ لأن هم الأدوات الرئيسيات اللي نقدر من خلالهم نفهم الأسواق المالية ونفسرها ونتخذ قرارات تداولية. راح نشرح الفرق بيناتهم وشلون نقدر نستخدم كل واحد منهم على حدة وشلون نقدر ندمجهم حتى نحقق أفضل أو أقصى استفادة ممكنة. طيب بداية ما هو التحليل الأساسي؟ وراح ندرس التحليل الفني وراح ندرس الفرق ما بين التحليل الأساسي والفني وراح ندرس شلون نستخدمهن وراح تكون أكو خاتمة الحلقة. ما هو التحليل الأساسي؟ قلنا التحليل الأساسي طبعا هذا النص واضح وصريح ما يحتاج أنه أفسره لكم، بس خلي أقرأ. يعتمد التحليل الأساسي على دراسة العوامل الاقتصادية. اليوم كل دولة عندها عوامل اقتصادية، فالتحليل الأساسي هو يحلل العوامل الاقتصادية مال هاي الدولة والسياسية كذلك والاجتماعية اللي تأثر على الأسواق بصورة مباشرة. وأكيد يشمل متابعة الأخبار الاقتصادية والتقارير مال البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية. مثل إيش؟ عندنا أخبار مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم والبطالة وإلى آخره. أهم مميزات التحليل الأساسي طبعا أولا يساعد في فهم الاتجاهات طويلة الأمد أو الأجل. أوكي يا شباب، يعني أنا اليوم من أخذ نظرة سياسية. مثلا أنا اليوم بشهر الواحد جيت حللت الأسواق سياسيا، حللتها إلى الشهر الخامس. أوكي، يعني التحليلات مالته تكون طويلة الأمد، فهاي نقطة جيدة احنا عندنا بالتحليل. ثانيا يعتمد على البيانات الواقعية والأحداث المؤثرة. اعتماده بصورة مباشرة على البيانات والأرقام اللي موجودة عنده الواقعية على أرض الواقع. زين، من عندها يفسر الأحداث القادمة اللي تكون مؤثرة بالسوق. ثالثا هو مثالي للمستثمرين اللي يحبون ياخذون قرارات بناء على العوامل الاقتصادية العامة. أوكي يا شباب، يعني هاي أهم الميزات مال التحليل الأساسي. خلينا ننتقل للتحليل الفني. التحليل الفني يعتمد التحليل الفني على دراسة حركة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. طبعا هذا اللي احنا نختص به يا شباب. فيعني التحليل الفني حتى نكون دقيقين هو دراسة حركة السعر، مثلا اليورو دولار الذهب إلى آخره. إيش سوى السعر؟ تجي تدرس هاي الحركة وين؟ على رسم بياني أكيد، وسبق وإحنا شرحنا الشموع وغيرها. والمؤشرات الفنية. أوكي، عندنا مؤشرات فنية تساعدنا. يركز على الأنماط التاريخية لفهم حركة السعر حتى يتوقع السعر بالمستقبل. يعني هو عبارة عن دراسة للأنماط التاريخية اللي صارت أوكي واللي دا تصير حاليا حتى يتوقع السعر شنو ممكن يسوي مستقبلا. أي بمعنى التحليل الفني هو عبارة عن توقعات، والتحليل الأساسي هو عبارة عن توقعات ممكن تخيب ممكن تصيب، لكن المفروض أنك تاخذ علم صحيح يخليك التحليلات مالتك يعني صائبة بنسبة كبيرة. طيب من أهم ميزاته أولا يقول لك يركز على الأرقام والرسوم البيانية بعيدا عن الأخبار. هو ما له دخل بالأخبار، هذا علم ثاني. أوكي، يركز بصورة مباشرة على الأرقام والرسوم البيانية. ثانيا يساعد في تحديد نقطة الدخول والخروج بدقة. اليوم أنا من أريد أدخل صفقة مثلا على التحليل الأساسي، أنا أخذته طويل الأمد، بس أنا ما أعرف منين أدخل ومنين أطلع بالصفقة. فدور التحليل الفني بأنه يساعدني على اتخاذ هيج قرار. أوكي، يساعد بتحديد نقطة الدخول والخروج بدقة عالية. ثلاثة هو مثالي للمتداولين اللي يعتمدون على القرارات السريعة والصفقات القصيرة كذلك. خلونا ننتقل للفرق ما بين التحليل الفني والتحليل الأساسي. طيب عندنا التحليل الفني. سويت لكم جدول مرتب حتى تاخذوا له صورة سكرين تسجلونه باللي يعجبكم. عندنا التحليل الأساسي العنصر مالته، والتحليل الأساسي والتحليل الفني. المهم العنصر نجي على النطاق الزمني. من حيث النطاق الزمني التحليل الأساسي هو طويل الأجل، أما التحليل الفني فهو قصير إلى متوسط. عندنا بالتركيز
التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هنا نركز بصورة مباشرة على حركة السعر والتغييرات التاريخية. عندنا الأداة الرئيسية، يعني هو الأخبار الاقتصادية والمؤشرات يعتمد عليها بصورة مباشرة. عندنا الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، يعني هاي أداة الرئيسية مال التحليل الفني. عندنا أنواع المتداولين اللي موجودين بالتحليل الأساسي. المستثمرون اللي يركزون على الاتجاه العام. بالتحليل الفني المتداولين السريعون والمضاربون. هاي أبرز الفروقات ما بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. نجي على كيفية الاستخدام. آه كيف يستخدم التحليل الأساسي والفني معا، يعني شلون ندمجهم ونستخدمهم. أولا التحليل الأساسي نحدد به الاتجاه العام، هاي نقطة ثابتة. ثانيا التحليل الفني ندخل ونخرج من السوق بدقة. اوكي. ثالثا دمج الاداتين لتحقيق افضل النتائج. يعني شلون يا شباب؟ انا اليوم جيت فتحت الاخبار البيانية، العفو الاخبار الاقتصادية، جيت اريد اخذ نظرة على السوق، فشفت توقعات الخبراء، شفت الاشخاص المتخصصين بالتحليل الاساسي شنو يقولون وشنو يتوقعون راح يصير ويا السعر، اجي اقارنه ويا اللي حيصير بالتحليل الفني. بالتحليل الفني راح يبين عندي اني انه الاتجاه مثلا اتخذ مسرع، مثلا نقول صاعد السعر، مثلا سعر الذهب راح يصعد بالفترات القادمة. عندك اخبار اقتصادية، احداث سياسية واقتصادية او اجتماعية تأثر على حركة الذهب، زين، مما يؤدي الى صعوده. فاليوم من التحليل الاساسي ده يقول لي انه يابس الذهب بالفترات القادمة راح يصعد، واجي للتحليل الفني اشوف انه الذهب ممكن راح يصعد بالفترات القادمة. هذا الشيء ينطي عندي ايعاز وقوة بانه التحليلين دي يتفقن على نقطة واحدة، معناها صفقاتي راح تكون اقوى، يعني تحوي نسبة ضمان اعلى، يعني بالنجاح مالتها اكيد. فهنا أنا راح اخذ الاتجاه على التحليل الاساسي، وراح اخذ نقطة الدخول من التحليل الفني ونقطة الخروج كذلك. فدمج الأداتين هم يحققون نتائج أفضل. وختام هاي الحلقة صارت عندك فكرة واضحة عن التحليل الأساسي والفني والأهمية مالتهم بسوق الفوركس والأسواق العالمية. أكيد اختيار الأداة المناسبة يعتمد على أسلوبك بالتداول وأهدافك الشخصية اللي أنت مخليها لنفسك. أما إذا تجي علي فأني أفضل أنه تكون عندك ثقافة سياسية بالتحليل الأساسي، تعرف المصطلحات العامة، تعرف شنو هو التضخم وإلى آخره من المصطلحات المهمة بالتحليل الأساسي، حتى تقارنها ويا التحليل الفني. فإن شاء الله ذني أنا كلهن راح أنزلهن لكم معلومات إن شاء الله بالمستقبل بالكورسات القادمة يا شباب، وإن شاء الله حتكون يعني مجانية. ما عندي مشكلة بهذا الشيء، أني أهم شيء تطلع راضي وماخذ يعني نقول معلومة قيمة تفيدك وتقدر تفيد الناس بيها، يعني انتفع وانفع. ماكو مشكلة، أنا اليوم من انتفعت زين جيت دا أنفعكم. فصدقا إنه ما عندي مصلحة وياك، بس مجرد ما أنا راح أشارك لك إن شاء الله المعلومات القيمة. أوكي يا شباب، لا تنسى تتابع قناتي على التليجرام حتى تحصل على المزيد من التحليلات والنصائح اليومية والصفقات، وكذلك المعلومات والمحتوى وإلى آخره من التوجيهات. أنا أخوكم أمين، وكانت حلقة مميزة إن شاء الله. نلتقيكم بحلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.